السلام عليكم ومرحبا بكم في وصفة جديدة من قناة ماريا كويزين. اليوم ان شاء الله راح نديرو لابيغي بشرائح الدجاج بواحد الصوص تجي بزاف بنينه. يعني هاد الوصفة لو كان جربوها راح تعتمدوها باذن الله. نبداو بسم الله. عندي لهنا انا عندي صدر تاع الدجاج، راح نقطعوه لهنا على شكل شرائح. تقدروا نتوما تستعملوا لي زيسكالوب ديريكت يعني يكونوا مشريين، ولا ديروا كيما درت انا كيما تحبوا. من الأحسن يكون هذاك الموس ديالكم يكون قاطع وتقطعوه شرائح يكونوا رقاق. وتقدروا ديروا الكميه اللي حبيتوها، يعني ماشي شرط ديروا صدر تاع الدجاج، تقدروا ديروا نص صدر راح يكون كافي. بهذا الشكل شوفوا، يعني جاو ما شاء الله، جاو رقاق، جاو بزاف هايلين. شوفوا ومدلنا كميه ما شاء الله، يعني كميه كبيره. نجي لهنا نحضر لا ماريناد تاعي ولا هذيك الخلطه السحريه اللي راح تخلي الدجاج ديالنا يجي بزاف بنين. عندي كميه تاع توم حوالي 3 حتى 4 فصوص تاع توم، نسكرفجهم في الرقيق كامل، في الرقيق كامل، يعني هذاك الخاص بالثوم. ونجي لهنا نضيف عليهم 4 مغرف تاع فلفل الكحل، مغرفه صغيره فلفل عكري الحلو ولا الحار كيما تحبوا على حسب الذوق ديالكم. نضيف عليهم نص مغرفه صغيره تاع الكمون، يعني كلش راهي مغرفه صغيره، نص مغرفه صغيره راس الحانوت، ومغرفه صغيره طماطم مصبره تكون ممسوحه، مع مغرفه صغيره تاع لا مايونيز. تقدروا تعوضوا هذيك لا مايونيز تعوضوها لا موتارد. انا ما حبيتش نستعمل الموتارد باسكو على بالي باللي تقولوا لي بزاف راح يجوني تعليقات يقولوا لي باش نقدروا نعوضوه. راني عطيت لكم البديل، ديروا مايونيز، واللي عندها لا موتارد دير لا موتارد. ضفت عليهم حوالي هكذاك 4 مغارف كبار تاع الزيت حتى 5 مغارف كبار تاع الزيت، ونخلط كلش كيف كيف، يعني كلش بهذه الطريقه. ونجي لهنا نضيف عليهم هذاك الدجاج، يعني شرائح الدجاج بهذا الشكل هكا، ونخلط كلش كيف كيف، ونخليهم كامل هذوك الشرائح يتشربوا لي هذيك الخلطه. راح نحطها جانبا. نجي لهنا عندي 3 حبات تاع البطاطا، الحجم ديالهم متوسط، غليتهم قطعتهم بهذا الشكل، وغليتهم شويه تاع الملح، وما خليتش هذيك البطاطا ديالي حتى وين يعني تنشف كامل من الماء ديالها، لا خليت فيها شويه تاع الماء. ونجي نضيف عليهم نص مغرفه كبيره تاع المارغرين، وحوالي 4 حبات تاع الفرماج. وانتم كميه الفرماج ديروا على حسب مقدوركم، يعني شحال ما حبيتوا ديروا قد ما تكثروا لها الفرماج قد ما راح تجيكم بنينه زياده. ونجي لهنا وراح نطحنها بهاد الاداه. شوفوا البنات، سيت لا بيغي تاع البغا ميكسور ما عجبتنيش نهائيا، تجي مطاطيه، وكل واحد والراي ديالو. سيت لا بيغي تاع الباتور صراحه نحسها تجي خفيفه بزاف. انا صراحه لا بيغي اللي تعجبني بهاد الاداه نطحنها بهادي، ما نحب نطحنها ني بالبغا ميكسور ني بالباتور. جيت لهنا حسيتها بلي شويه مسوسه، زدت لها شويه تاع الملح. كي نطحن كلش كيف كيف راح نضيف عليها نصف فنجال تاع الحليب. وانتوما عينكم ميزانكم، يعني شوفوا القوام اللي راكو حايبينه، يعني قعدوا تضيفوا في هذاك الحليب حتى تلحقوا القوام اللي يعجبكم. انا لهنا صايره يتبان لي مليحه صاي. نعاود نجي لهنا نجيب المقله تاعي. شوفوا البنات، هاد الدجاج من الاحسن تقليوه في مقله ما تكونش تلصق. علاش؟ باش ما يتحرق لكمش هذاك الثوم وهذوك لي زيبيس. ونجي لهنا نديرها بهذا الشكل. وراح نحطها على النار تكون متوسطه رايحه للقاويه البنات، متوسطه رايحه للقاويه. ما نديرلها ني زيت ني والو، هذيك المقله غير الزيت اللي درتها في هذاك الدجاج. ونقعد نقلب فيهم بهذا الشكل حتى يدوا لي لون ذهبي يكون شباب. وكما قلت لكم البنات بالك وتحرقوا هذاك الثوم وهذوك لي زيبيس ديالكم.
هكا انا المقله ديالي هايله ما شاء الله، يعني ما تلصق ما والو. ولازم تغطيوهم، ما تخلوهمش هكاك، لازم تغطيوهم. الا هنا شوفوا كي نشوفهم باللي تحمروا لي بهاد الطريقه، يعني هاد اللون يدوا لي هاد اللون، واش راح ندير؟ راح نحيهم. شوفوا يعني لهنا ما رانيش نطيب فيهم، راني برك كيما نقولوا نحي منهم هذيك العصاره ديالهم. شوفوا لهنا صاي، دوك راح نحيهم. شوفوا وراح نزيد نطيب الشرائح الاخرين بهذا الشكل. هذيك الغيسيبيون اللي كنت درت فيها هذيك التتبيله، واش راح ندير؟ راح نضيف عليها شويه تاع الماء، حوالي هكذاك كاس الا ربع تاع الماء، ولا هكاك حوالي كاس الا ربع حتى كاس تاع الماء. شوفوا لهنا نعاود نرجع هذاك الدجاج اللي كنت قليته للمره الاولى بهذا الشكل. وهذيك الغيسيبيون قلت لكم ضفت عليها كاس تاع الماء، نخلط كلش كيف كيف، وراح نضيفها على هذاك الدجاج بهذه الطريقه. شوفوا ونغلق عليها ونخليها طيب لي على نار تكون متوسطه حتى تقعد لي هذيك المريقه تجي عقده، وتاني تقعدنا يعني مرقه غير شويه. شوفوا بهذا الشكل. لهنا كي كنت راح نطفي عليها واش درت؟ رحت قويت لها النار، درتها على نار قويه، خليتها هكذا تغلي شويه ونطفي عليها. دوك نوريكم هذيك المرقه كيفاش جات. لهنا صاي، شوفوا هذيك المريقه اللي قعدت فيها، يعني صوص خفيفه كامل. نشوفوا هذاك الدجاج ديالي كيفاش جا، يعني يجيكم ما شاء الله. شوفوا يعني صراحه تخرج لكم بيغي خرمن تاع المطاعم. نجي لهنا نغلق عليها وراح نسقيو الطبق تاعنا. بالنسبه لابيغي تاعي عاود سخنتها البنات، باسكو لو طون اللي طاب لي هذاك الدجاج كانت بردت لي، وهي تتقدم تكون سخونه. ودايما ديروا في حسابكم باللي الطياب ولا الماكله العين تاكل قبل الفم، دونك توجور خليو الاطباق ديالكم يكونوا شابين، يكونوا يشهيو. ودايما الحاجه اللي تكون سامبل تكون حاجه راقيه وشابه. راح نجيب هذاك الدجاج ديالي، شوفوا كيفاش راهو، يعني صراحه جا ما شاء الله يشهي. راح نحطه بهذه الطريقه وانتم قدموا كما تعرفوا نتوما. انا عطيت لكم فكره وانتم كما تحبوا. ولا هنا راح ندير هذيك المريقه ولا هذيك لاصوص هكا فوق لا بيغي بهذا الشكل. شوفوا كيفاش جات عاقده، يعني ما درنا لها ني فارينه ني حتى حاجه. يعني شفتوا معايا كيفاش خدمناها. برك ملاحظه جد مهمه البنات، راني نهدر ونعاود، كي تكونوا طيبوا في هذاك الدجاج ديالكم بالكوا تحرقوه. اذا شفتوا المقله ديالكم تلصق ولا شويه عيانه، زيدوا شويه تاع المارغرين في المقله باش ما يتحرق لكمش. وهذا هو الشكل النهائي لوصفة اليوم اللي هي لابوري بالدجاج بصلصة حمراء. جا ما شاء الله يعني شكلا ومذاقا. اللي هنا زدت له شوية تاع المعدنوس هكا باش يجينا برك شباب. شوفوا الدجاج هذاك يجي طري، يجي ما شاء الله. وفي الاخير ما عليا غير نقول لكم شكرا على المشاهدة، الى وصفة لاحقة ان شاء الله. سلام.